القطر انا كنت عايز اعمل فلوج مبدئيا بس كده، عشان انا ايه مش عارف ابتدي الفيديو. كنت عايز اعمل فلوج بس القطورات النهارده زي الزفت زي الزفت يعني كل حاجه اتلغت وكل حاجه اتاخرت. انا كنت قابل واحد صاحبي واتفقنا ان احنا نتقابل في النص والكلام من ده. يا جماعه معايا صالح. اهلا وسهلا. انت بتسجل فيديو صح؟ ده فيديو. طب يا اسطى بقول لك ايه، بما ان انا معايا كاميرا وبتاع ومش عارف ايه، بص انا هقول لك حاجه، فكر كده اون ذا سبوت حاجه تقولها لنفسك كمان سنه و5 سنين و10 سنين. معرفش والله، انا بفكر كده اللي هو ايه وقتها ممكن برضو ابقى بعدي، يبقى في حاجات كتير بعملها. بص لنفسك، بص هنا بص لنفسك وانت بتتكلم. لا ما خلاص بقى، يعني كفايه ان انا بكلم ناس ابص لها كمان. شيدي قوي يعني. فبس فكله هيعدي يعني، كله بيعدي. طب دي سنه و5 سنين كله بيعدي برضو. يعني انا مش الصراحه عايز ان انا اكون خرجت من هندسه الصراحه. تقصد بره كهرباء بشكل عام خالص؟ انت متخيل ممكن تكون ايه؟ والله بفكر ان انا مثلا اشوف بقى في بيزنس، اشوف حاجه ما اعرفش يعني. انا هندسه الصراحه مش ناوي اطول فيها يعني ممكن ابقى اشوف حاجه تانية وقتها يعني. انت هتقول ايه؟ عارف انت الفيديو بتاع مستر بيست اللي هو كمان 5 سنين لو ما كانش عندك مليون سبسكرايبر يور سيلف؟ انا مش هقول لك لو ما كانش عندك مليون سبسكرايبر يور سيلف، انا هقول لك ولا اقول لك بلاش الملامه سيدي، انا حامد لله على السلامه. ان شاء الله اكون عندي شغل بشتغل حاجه كمان 5 سنين، ان شاء الله اكون متجوز ومخلف كمان 10 سنين اروح اعمل عمره. بس كمان 10 سنين اكون لا ان شاء الله نروح نعمل عمره ان شاء الله. ممكن نحج ايه رايك؟ وصالح معايا. انا معاك والله. ويلا ما تيجي كمان شهرين. نلحقها بقى، نخلصها من بدري عشان ايه لا تؤجل عمل اليوم لحد 10 سنين. ماشي كفايه علينا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. طيب فاصل سريع. انا بدات اعمل استشارات ان شاء الله بما ان انا عندي وقت اكتر دلوقتي. الاستشاره مش هتبقى بتكلف كتير يعني، وبس في نفس الوقت تقدر تديني فلوس لان حاليا مش بشتغل. فالاستشاره هتبقى ب20 يورو لساعه واحده ان شاء الله. نتكلم في اي حاجه ممكن تخص المانيا او تخص السفر سواء دراسه او شغل، واحاول افيدكم ان شاء الله او افيد اللي حابب ان هو يعمل الاستشاره دي باي شكل كان، خبره وبالمعلومات اللي عندي يعني ان شاء الله. واللي حابب هيلاقي تحت في الديسكربشن اللينك للايميل بتاعي ان هو يتواصل معايا لو حابب يعمل حاجه زي كده. في انهار هنا كتير قوي يعني، يعتبر ان تقريبا كل مدينه، يعتبر فعلا تقريبا كل مدينه فيها نهر. عايز اوريكم حاجه، بصوا النهر هنا عامل ازاي. لو بصيتوا هتلاقي على اليمين في ناس قاعده وعلى الشمال في ناس قاعده، من غير ما اعمل زوم ان، من غير ما تشوفوا مين اللي قاعدين بالظبط. وبرده على الشمال نفس الكلام بالظبط. ليه؟ والسؤال هنا بقى، السؤال هنا، الناس دي عندهم انهار بس مش زي نهر النيل، عندهم حاجات بس مش زي مثلا لا البحر الاحمر ولا البحر المتوسط الابيض، ومع ذلك تحس ان هو مش شايف حاجز واحد، مش شايف سور واحد، مش شايف كافيه واحد محطوط على النهر بامتداده كده، بامتداده يمنع الناس من ان هم يقعدوا على الميه او يتفرجوا على الميه. يعني انت قاعد، الناس اللي قاعده مثلا اهي على الشمال كده مبسوطين وقاعدين على الجنينه، محدش بيسميهم فلاحين، محدش بيقول دول عالم متاخره او متخلفه، لان هم مثلا اسره راجل ومراته مثلا ومعاهم عيال، والناس دي قاعدين بياكلوا ولا بيتبسطوا ولا ايا كان، ومفيش اي مشاكل، بيعملوا نفس الحاجه. بس المشكله عندي فعلا في عقده الخواجه اللي عند الواحد، اللي هو لو في اجانب بيعملوها بشرتهم بيضه وعينيهم زرقاء وبتاع، زي ما انا كنت قاعد باكل بطيخ النهارده على الرصيف، ناس بصالي على اساس اللي هو ايه، واحد شحات،
بس انا لو شعري اصفر وعينيا زرقاء مش هيبقى الموضوع ده نفس الحاجه. هتبقى هيبيز وجو ده. السؤال هنا فعلا ليه احنا ما بنستخدمش الحاجات دي في بلدنا زي ما هم مستخدمينها هنا يعني؟ والله هو انت يعني انت عندك موارد كتير قوي انت ما بتستعملهاش يعني. عندنا موارد، وحتى لما بنيجي نستعملها بنحط عليها حواجز. يعني اخر مره نزلت اسكندريه فيها كانت امتى؟ ما عشان هم قليلين يعني. هو برضه انت ايه، انت فكره برضه انك انت عندك يعني هو مكان واحد بس متكدس فيه الناس كلها، فاهم؟ ومفيش برضه يعني انت عندك حاجات كتير قوي، في موارد كتير مش مستغله، وفي مورد واحد بس هو اللي ايه اللي عليه كل الاهتمام يعني. اعتقد ده ممكن يكون السبب برضه. مش عارف احنا ليه بنعمل كده في نفسنا. مش عارف ليه ما اقدرش ابقى قاعد كده على الشط في النيل او في اسكندريه، في اي حته على الكورنيش بتاع اسكندريه، من غير ما اشوف مليون حيطه سد، مليون كافيه عايز يدفعني فلوس ومينيمم تشارج وكل الكلام ده عشان بس تقعد تشوف البحر. فانا حبيت ان انا اقعد كده. انا ما صورتش حاجات كتير النهارده، بس حبيت ان انا اقعد كده. استوقفني هذا المنظر لان انا بعد سنين كتير، وخصوصا ان كل مدينه بنعدي عليها فيها نفس الموضوع بالظبط. كل مدينه في المانيا فيها نفس الموضوع بالظبط، ان انت بتبقى قاعد شايف نهر، ناس قاعده على النهر بيجيبوا ايس كريم، بيجيبوا حاجه ياكلوها، حاجه يشربوها، ايا كان، وبينبسطوا بحاجات بسيطه جدا في جو يومين في السنه بس اللي حلو، وبقيه الايام وحش جدا. واحنا عندنا الحمد لله الجو دايما حلو، ومع ذلك مش عارف ليه بنعمل كده في نفسنا الصراحه. احنا كملنا اليوم وكملنا نتفرج على المعالم بتاعت أولم السياحية والمباني اللي موجودة هناك، وكانت بصراحة مدينة أنا شايف إنها كانت مدينة حلوة جدا، والنهر بتاعها جميل جدا، والقعدات. وممكن برضو إن الجو كان مؤثر عليا شوية ومؤثر على قراري شوية، لأن الدنيا كانت شمس والجو كان حلو جدا، لا كانت برد قوي ولا كانت حر قوي. الحمد لله ان هو الواحد بياخد فرصه ان هو يبدا من جديد. دي مش كل حد بياخدها، فاهم؟ في واحد ممكن يغطس كده. وبعد كده رحنا جبنا ايس كريم انا وصالح وبس. انا ما صورتش زي ما قلت حاجات كتير يوميها، بس حبيت ان انا برضو اصور الحاجات اللي كانت عجباني او المناظر اللي شفتها حلوة او مختلفة شوية في أولم عن بقية المدن. وبس يعني ده كان اليوم. وبعدين روحت بما ان ما كانش فيه قطورات او القطورات اتلغت يوميها، فروحت بالباص الإرزاتسفيركير لشتوتجارت. اتمنى تكونوا انبسطتوا، اتمنى ان انتوا يكون عجبكم الفيديو ده. لو عجبكم ما تنسوش تدعوا لنا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.